عرض خيالي لميسي من الهلال السعودي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بفكرة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي؟ شاركونا بالتعليقات. كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يسعى جاهزا لتعزيز صفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعب من العيار الثقيل، لا سيما بعد نجاح النصر في ضم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو. وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالي. ويعاني الهلال في يناير الجاري من قرار الحرمان من ضم لاعبين جدد، وذلك بسبب العقوبة الموقعة على النادي في أزمة لاعب الفريق محمد كنو. وأكد الإعلامي السعودي خالد الذياب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الهلال جهز عرضا قدره 300 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد يصل العرض إلى 400 مليون يورو. ونشر الذياب تغريدة على تويتر جاء فيها: العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي عند تواصله مع ميسي فاق 300 مليون يورو وقد يصل إلى 400 مليون يورو. وأضاف الإعلامي السعودي: اللاعب يرحب بالفكرة في المستقبل. وأكدت قناة تي واي سي الأرجنتينية في وقت سابق رغبة الهلال في ضم ليونيل ميسي للرد بقوة على انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف النصر. وتنتهي عقوبة القيد على الهلال في فترة الانتقالات الصيفية 2023، وحينها يستطيع ضم صفقات جديدة. ويرد الهلال رد ضربة القوية من النصر بعد ضم رونالدو، حيث يطمح لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم. وتبدو الفرصة سانحة، حيث أن ميسي لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، لذلك يرغب الهلال في ضمه الصيف مع وجود عرض مغر. وقالت التقارير السعودية إن نادي الهلال بدأ بالفعل بالتفاوض مع ليونيل ميسي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة قدرت بنحو 300 مليون يورو سنويا. وأوضح الإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان وفقا للمعلومات التي وصلت إليه من مصادره فإن فهد بن نافر رئيس الهلال موجود حاليا في العاصمة الفرنسية باريس للتوقيع مع ميسي لينضم للزعيم في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.